العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا اليوم. وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقيم عملها السنوي. الجالية الإريترية في إسرائيل يتبرعون مالياً. روسيا تحشد بقوة قبل ساعة الصفر وسط مباحثات أمريكية روسية. روما وبرلين تعززان تعاونهما دعماً للاتحاد الأوروبي. برلمان اليابان يوافق على ميزانية قياسية إضافية. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 25 من الإصابات في الإقليم الأوسط، وهي 6 في مراكز العزل و19 في مراكز الفحص على النحو التالي: 3 في ترافولو واثنتان في إمباغاليانو وواحدة في كل من شمانغوس وعد قعداد وغازاباندا وسنبل وميتمناي ودعرو قولوس وغودايوف وسنيتا. ومصابون قادمون من كارن وميمني ومندفر وصنعفة وتسني وبيشا، و3 إصابات في دباروا في الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 14 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7807، شفي منهم 7580، وتوفي 70 مريضا، فيما لا يزال 157 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 21 من ديسمبر 2021. قيمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في اجتماع غدته يومي 18 و19 من ديسمبر عملها السنوي، وبحثت خطة العمل لعام 2022. وقالت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب في الاجتماع إن الوزارات ستعمل لتنفيذ برامج اعتماد المتضررين على أنفسهم في وقت كل جوانب التصدي الحالي. وأوضحت أن هذه البرامج تشمل احترام حقوق الطفل ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم أدوات داعمة ودعم أسر الشهداء وخلق فرص العمل والدفع بمراقبة العمل المهني والرعاية. ودعت لتقوية التعاون مع شركاء لمزيد الفعالية وسرعة التنفيذ. قيم المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمرأة يومي 20 و21 من ديسمبر في أسمر النشاط السنوي بحضور عضوات المجلس ومسؤولات فروع الأقاليم والمديريات. وقدم في الاجتماع للتقارير الأقاليم الستة وإقليم ساوا ومؤسسات التعليم العالي وإقليم الخارج حول أنشطة تنظيم المرأة عامة والمرأة الشابة خاصة وجهود التوعية وتأهيل الكوادر وتمكين المرأة. وقيم الاجتماع عمل أقسام الاتحاد وبرامج التدريب ونتائجه ومتابعة المتدربين وتطور المرأة المتواجدة في السلطة السياسية وأنشطة التوعية السياسية. وبحث الاجتماع بتوسع أنشطة فروع المهجر وظاهرة ختان الإناث وزواج القاصرات وأنشطة مكافحتها قانونيا والتعاونات الزراعية ونتائجها على المرأة وأنشطة حل استفسارات وشكاوي المرأة. وأشار التقرير المالي إلى وجود مصاعب لاسترداد أموال القروض في أوانها ويعيق تداول القروض، ويجب القيام بالتوعية المكثفة لإعادة الدين المستحق. ووضع المجلس المركزي خطط عام 2022 لتقوية مشاركة المرأة في برامج التصدي والدفع بأنشطة الاتحاد وتوسيعها ورفع القدرات الإنتاجية للمرأة وخلق الأرضية لاعتماد المرأة على نفسها اقتصادياً.
بحثت الجالية الإريترية في إسرائيل برامج العمل لعام 2022 بعد تقييم أنشطتها لهذه السنة في اجتماع عقد في مدينة تل أبيب يوم 18 من ديسمبر بحضور مسؤولو الجالية في جميع المدن الإسرائيلية. وتبرعت الجالية في الاجتماع بمبلغ 184,564 دولار، خصص مبلغ 45,867 دولار لإعالة أسر الشهداء، و77,550 دولار لمعاقل الحرب، و61,147 دولار لمكافحة وباء كورونا. وأكد الاجتماع على تقديم المطلوب لإنجاح برامج التصدي التي تنفذ العام المقبل. أفاد المشرف على المكتبتين العامتين في أسمرة التي تشرف عليها إدارة الإقليم الأوسط بأنها تعمل لسد احتياجات القراءة. أوضح الأستاذ إفريم ماتيوس أن مكتبتي أسمرة والمدينة لها أكثر من 8,000 كتاب، إضافة إلى مختلف الصحف والمجلات، وباستطاعة الأعضاء المسجلين أخذ الكتب إلى منازلهم وإعادتها. وقال إن وجود خدمات الإنترنت والمكتبة الرقمية يساعد للتعليم عن بعد. وذكر مستخدمو المكتبات حصولهم على كثير من المميزات. قام السكان والطلاب في مديرية جلنفح ببناء مدرجات حوضية بأكثر من 2000 متر مكعب مياه وقرص أكثر من 180 شجرة هذه السنة. وأوضح مدير مديرية جلنفح السيد محاري يوهنس وجود مساحة أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تنمى بالبقوليات والبذور الزيتية، وأكثر من 9000 هكتار بالذرة. وأشار إلى وجود 43 سداً وحفيراً يستعمل للتنمية الزراعية المروية. وحول الخدمات الصحية والتعليمية، أوضح السيد محاري وجود مركز صحي و4 عيادات وعيادة لمتابعة وعلاج مرض السل، و62 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. قالت مصادر أمنية غربية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقف عن حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا منذ القمة الافتراضية التي عقدها مع نظيرها الأمريكي جو بايدن مطلع ديسمبر الجاري. ونقلت روسيا مئات الدبابات وقطع المدفعية وحتى الصواريخ البالستية القصيرة المدى من مناطق بعيدة مثل سيبيريا إلى حدود أوكرانيا. وبحسب المخابرات الأمريكية فإن روسيا قد تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا بحلول نهاية يناير المقبل بما يقارب من 100 كتيبة تكتيكية تضم 175 ألف جندي. لكن الكرملين ينفي وجود خطط لغزو أوكرانيا، متحدثا عن استفزازات غربية وحشود أوكرانية في المقابل، ويؤكد أن التحركات العسكرية الروسية لا تهدد أحدا. ورغم تهديد بايدن أثناء القمة بأن موسكو ستدفع ثمنا باهظا في حال غزت أوكرانيا، فإن روسيا لم تسحب الدبابات وقطع المدفعية وآلاف الجنود الذين جرى نشرهم على الحدود مع الجارة الغربية. أكدت إيطاليا وألمانيا أنهما تريدان تعميق التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية دعما للاتحاد الأوروبي في ختام زيارة لروما قام بها المستشار الألماني أولاف شولتس. وإذ أشار إلى عمق الروابط بين البلدين، أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي رغبته في التعاون لمواجهة التحديات الأوروبية الكبرى مثل مكافحة فيروس كورونا أو التحول البيئي أو رقمنة الاقتصاد. وعند سؤاله عما إذا كان هذا التعاون المعزز بين روما وبرلين سيؤدي إلى معاهدة مثل تلك التي تم توقيعها مؤخرا مع فرنسا، لم يكن رد دراغي واضحا،
من جهته أعلن شولتز في أول زيارة رسمية له إلى إيطاليا منذ أن أصبح مستشارا الأسبوع الماضي: ما زلنا في البداية، لكننا سلكنا طريقا نريد إكماله حتى النهاية. وأكد المستشار الألماني أن هناك حاجة إلى اتحاد أوروبي أقوى لنجاح هذا المشروع. وافق مجلس النواب الياباني على ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 320 مليار دولار للسنة المالية 2021 لتمويل جزئي لحزمة اقتصادية ترمي إلى تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأفادت مصادر حكومية مطلعة أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الميزانية الإضافية التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أواخر الشهر الماضي، وقدمت إلى مجلس النواب في 6 من ديسمبر الجاري. وستمول الميزانية جزءا من إجراءات التحفيز الجديدة للحكومة التي تم طرحها في منتصف نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد المنكوب بتداعيات الفيروس، بينما تستعد البلاد لمواجهة أخرى من إصابات كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء وسط مخاوف من انتشار متغير أوميكرون من فيروس كورونا. يستعد المركز الفضائي الأوروبي في غواينا الفرنسية إلى إطلاق تلسكوب جيمس ويب في الفضاء، وتعتبر هذه المهمة الأهم والأقل منذ رحلات أبولو للهبوط على سطح القمر، إذ كلفت أكثر من 10 مليارات دولار. وينتظر الباحثون وهواة علم الفلك إطلاق هذا التلسكوب منذ عقود لما يعلقون عليه من آمال لفك ألغاز الكون. ويشكل هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يرسل إلى الفضاء على الإطلاق، وهو مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية. وقدم جيمس واب على أنه خلفية تلسكوب هابل الذي أطلق في العام 1990، وستشمل مهمته اكتشاف مراحل الفضاء كلها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 28 مواطن بفيروس كورونا اليوم. وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقيم عملها السنوي. الجالية الإريترية في إسرائيل يتبرعون مالياً. روسيا تحشد بقوة قبل ساعة الصفر وسط مباحثات أمريكية روسية. روما وبرلين تعززان تعاونهما دعما للاتحاد الأوروبي. برلمان اليابان يوافق على ميزانية قياسية إضافية. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع إلى اللقاء.